ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير ويا هلا وسهلا بالجميع. بنات بسوي وصفة لذيذة ولو وصفة شعبية أتوقع مو الكل يعرفها. المكون الرئيسي للوصفة أو الأساسي اللي هو المراصيع. حنا بالقصيم نسميها المراصيع، تجي شكلها كذا، وممكن تلاقونها عند محلات اللي هي القرصان يجي منها لين. هذا النوع لا، يجيك كذا ناشف. طيب المراصيع بسويها بطريقتين، بسويها بالطماط والبصل. هو الطماط لو لونه أحمر ما احتجت للصلصة، لكن بسويها بالطماط والبصل. والنوع الثاني راح أسويها بالفلفل. بسم الله نبدأ يا بنات. راح أبدأ بالوصفة سوا. أول شيء هذا اللي هو الطماط، بحط كمية زيت زيتون، معلش يعني إذا نبيها على أصولها كذا، وكمية زبدة مع بعض. نفس الشيء هنا، زيت زيتون، تمام، وزبدة. طيب نرجع هنا نحط ايش؟ البصل. اهم شيء البصل، مثل ما علمتكم يا بنات، او اذا المتابعين اللي دائما يشوفون طريقتي، يكون يذبل. اهم شيء ان البصل يذبل. طيب الثانية اللي هي اذا عندي نفس مثل ما انتم عارفين يا بنات طريقتي، اللي هي لازم احط ملح مع البصل. ليه؟ علشان يذبل البصل ويعطي طعم لذيذ. ولأن البصل يا بنات هنا راح اسوي طماط وبصل، فانا احتاج كمية اقل، لذلك اخذت من البصل هذا وحطيته هنا، فتلاحظون انه اكثر. طيب وبما ان البصل لونه مو احمر مرة، والمهم في الوصفة انه يكون اللون احمر، فمضطرة اني احط صلصة عشان تعطي لون احمر. طيب الحين الصلصة هنا اهم خطوة يا بنات للصلصة، اذا تبونها تطلع تعطيكم اللون الرهيب حطونها مع الزيت. الان يا بنات عشان الصحة حذكركم، عشان يعطيها لون حلو احطه طبعا على الطماط، ما ادري على الحليب، ما ادري يعطيه لون اصفر، احس مو حلو. طيب خلاص الحين بخليه ايش؟ شوفوا صار ثقيل، شوفون كيف ثقيل، شيء بيطلع باذن الله. الحين حخليهم لا صاروا يعني دافي مو حار ولا بارد، اوريكم كيف الطريقة، وعلينا بألف عافية. المكون الثاني لوصفتنا اللي هو الفلفل والبصل. طبعا راح احط اللي هو الملح، وبحط الفلفل، ممكن نحط شوي كمون مع الزبدة وزيت الزيتون. وطبعا اللي هو القاعدة الأساسية اللي هي المراصيع، مرة لذيذة. خلوكم قريبين يا بنات وتابعوا الوصفة، وما لكم إلا ألذ وصفة مراصيع على الطريقة القصيمية يا بنات. ورجعت لكم، شوفوا الحليب غطيته بالشبكة هذه، ليه؟ علشان ما يغلي، بس لازم أغطيه. فهنا لما غطيته شوفوا كيف. الآن بخلي هذه المزيج من الفلفل والبصل والحليب وزيت الزيتون والزبدة والأشياء الثانية والملح. نسيت، راح أحط شوي هنا فلفل. الفلفل مرة لذيذ شوي، ما راح أكثر. بما أني أنا حطيت ماجي أتوقع ما يحتاج ملح، بس راح أحط شوية ملح
هذا بالنسبة للحليب. الحين نجي على الطماط. هذا اللي أبي أصل له، إنه يكون تسبك وصار كذا ثقيل. بس ودي بعد البخار عشان تشوفون كيف. شفتوا؟ الآن راح أسكر. الآن راح أطبق الوصفة يا بنات. هذا للحليب وهذا للطماط. الفكرة إيش؟ الفكرة إني أحط كذا طبقات، تمام. بعدين أحط فوقها اللي هو المراصيع، حنا نسميها مراصيع. قلت لكم أهم شيء إنه ما تكون باردة. طيب، وهنا نفس الشيء بالنسبة للحليب. راح أحط كذا، أشيل كمية ويصير فيها إيش؟ يصير فيها كل شيء، يعني حليب، وأحطها كذا. بعدين أحط مراسيع، طبقات، يعني سهالات. بس أهم شيء قلت لكم إنه ما تكون حارة، بس الطعم راح تتفاجئون بلذاذته. هذا الشكل النهائي للمراصيع بالحليب وللمراصيع بالطماط. عد علشان يطلع ألذ وألذ. الآن راح أصب عليهم زبدة، وحتى هنا يلا، وراح أجربهم معاكم. أكلة لذيذة وتشبع وتنأكل يا بنات في أي وقت وتفك أزمة. يعني ليش تفك أزمة؟ يعني اللي يبي غدا ويحس إنه يعني مو نواشف، هذه أكلة لذيذة وتفك أزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بجرب معاكم. طبعا لذيذ، يعني أنا عارفة، بس أنا بجربها. بسم الله. والنقطة الثانية إنه شوفوا يا بنات، ما تلبك، ما صار قطعة واحدة، لأني ما بليت اللي هي المراصي.